الزمالك والأهلي والسوبر الإفريقي والجدال اللي موجود بقاله فترة ليل ونهار على كل مواقع التواصل الاجتماعي. مين هيكسب مين هيخسر؟ جمهور الأهلي شايف إن الأهلي أقوى نادي في أفريقيا وهو اللي هيفوز. جمهور الزمالك شايف إن هو أعظم نادي في أفريقيا هو اللي هيفوز. بس بصراحة أنا شايف إن مفيش عدل أساسا في المنظومة الرياضية في مصر، بدليل الأهلي يحب يأجل ماتشاته ويأجلها، يبعت اللعيبة بتاعته المنتخب في الوقت اللي هو بيحدده، وده طبعا غلط جدا. ازاي نادي هو اللي بيتحكم في اتحاد الكورة؟ دي مصر. الناحية التانية نادي الزمالك شاف الأهلي بيعمل كده، يعني كلاكيت برضو مرضيش يبعت اللعيبة بتاعته، قال أنا هبعتهم معسكر المنتخب لما النادي الأهلي يبعت لعيبته، عشان النادي الأهلي مش أحسن مني. ودوامة كبيرة دايرة في الكورة المصرية، الزمالك والأهلي والسوبر ومين أقوى. أنا بصراحة شايف إن مفيش عدالة، بدليل النادي الأهلي مستقر من سنة 2000، الدعم من كل أجهزة الدولة، اتحاد كورة، لجنة حكام، الإعلام، السوشيال ميديا. نادي الزمالك يعني مشاكل ليل ونهار، كل 6 شهور كل سنة، يعني مجلس إدارة بيتشال يرجع تاني، مدرب يهرب قبل نهائي أفريقيا، اللعيبة ما بتاخدش فلوس، النادي مديون في 600 مليون جنيه مصري وأكتر. النادي الأهلي ميزانيته فقط 6 مليار جنيه مصري، زائد دعم من كل الأجهزة في الدولة، الأجهزة الرياضية كلها بتدعم النادي الأهلي. وطبعا مفيش عدالة، يعني الناس اللي ليل ونهار بتتكلم الأهلي قوي، الأهلي هو اللي هيكسب، طبيعي إن يكون الأهلي قوي. وأنا ما بزعلش إن الأهلي، يعني الناس بتطلع تتكلم كان جمهور ولا مسؤولين في النادي الأهلي إن الأهلي قوي. هو فعلا الأهلي قوي، مفيش حد يبقى معاه كل أجهزة الدولة دي وكل الإمكانيات دي وما يبقاش قوي، يعني ده طبيعي إن هو لازم يكون قوي. بس بصراحة هنكون واقعيين شوية. سنة 2000، عشان بس أحسم الجدال اللي داير بقاله سنين، سنة 2000 نادي الزمالك أكتر نادي حصد بطولات إفريقية في ال100 سنة اللي فاتوا، فطبيعي نادي الزمالك هو نادي القرن. فوجئنا بالاتحاد الإفريقي عمل حاجات كده ما ينفعش حتى تتعمل في مدرسة ابتدائي أو في حضانة، نقط وبطولات طايرة مش عارف ايه، عملوا شوية حاجات كده. وفوجئنا كلنا ان النادي الاهلي هو نادي القرن. ماشي اوكي مفيش مشاكل، النادي الاهلي هو نادي القرن. طب فين العدل اللي في مصر؟ فين الدعم لنادي الزمالك؟ نادي الزمالك خد دوري وكاس السنة اللي فاتت، ما عملش اعلان واحد. تخيلوا نادي واخد كل البطولات المصرية ما عملش اعلان واحد. تمام؟ ليه؟ انا مش فاهم بصراحة. رجال الاعمال في مصر كلها مش شايفة الا الاهلي، يعني في كذا شخصية ناس كويسة جدا بيدعموا النادي الاهلي، بيجيبوا له لعيبة، بيجيبوا له يعني صفقات، بيساندوه بكل الطرق، عكس نادي الزمالك تماما مفيش مساندة. الناس دايما على طول مفيش ورانا غير ان الزمالك فيه مشاكل. مجلس الادارة الجديد كله يعني بصراحة لو هم اهلاوية مش هيعملوا اللي هم بيعملوه في النادي الزمالك ده بصراحة. راجل جاي كهربا المفروض بناخد فلوسه بالدولار، لا تنازل ووافق ان احنا ناخد القسط بتاع كهربا بالمصري. لصالح مين ده؟ معرفش. راجل بيوافق على كل قرارات النادي الاهلي كل حاجة، يعني لعيبة مش عايز يجدد لعيبة، اهم لعيبة في الفريق زيزو عايز يبيعه بأي شكل من الأشكال، عايز يخلي صورته وحشة قدام جماهير نادي الزمالك. طب كل ده لمصلحة مين؟ أنا مش عارف. لعيبة لا تصلح إن هي تلعب في نادي الزمالك. مهاب ياسر ده إزاي يلعب في نادي الزمالك؟ لا يصلح.